بقى هيك جبنا توا. عجبتكم؟ خش المقطع خش. السلام عليكم شباب، رجعنا لكم مقطع جديد. واليوم عندنا شني بالله عليك. هذا الشني انا بروحي وبمنظري مش متعود عليه في الكاميرا، ما بالكم انتم. ما تزبطهاش جبنة استيراد ولا توكيل. قول كلمتين حتى صح. المهم يا ولاد، مقطع اليوم ردة فعلي على صوري العار متاع قبل. هو انه تو عار، لكن حتشوفوا ما زال عار اكثر ان شاء الله. فما تنسوش زر اللايك والاشتراك، ونخليكم مع الجبنة. ايه والله بالله عليك. شوف كت نلبس نظارات كلبس. طبعا احنا المره اللي فاتت بدينا في سنه 2009 ووصلنا 2013. عارفك عزيزي المتابع مستغرب من شكلي، لكن نستمر ما تركش. المهم وصلنا 2012، لكن في حاجه مهمه ما درناهاش في سنه 2010 اللي هي كانت اول سفره لي في حياتي. اول مره نركب الطياره كانت في سنه 2010 وانت مشيت لمصر. فتو حاليا حنشوفوا البوم مؤيد الجميل في مصر. حتنصدم يا عزيزي المتابع. شهر 1/26/2010 اول صورة تفرج. طبعا هي نبيكم تركزوا فيها لان حنمشوا بها قدام على اساس جو نافورة. صورني جنب النافورة، ممكن اول مرة نشوف نافورة في حياتي. به جميل خازي. هذه التسخينة. لا يا ولاد، واضح هيك تخطم انت من الطيارة عزيزي المتابع. تزبط انني اول مرة نركب الطيارة. بالله عليكم هذا الشيء. والقصة حي والباسبور الاخضر شاده في ايدي بالجهة الثانية. هو صح تنيت اول منظري جبنا، لكن شوفوا من شكلي مش عارف زي الناس نعرفهم. انا هذوك العراقيين زبطوهم اللي في العراس اللي يجيبوا فيهم في الفيسبوك، نفس الجو هو. لا يا الهبكة، شوفوا راهو هنا هي الصورة هي نذكر فيها جو. انا هابك جو التيشيرت هي جو روك واحد، وانا مخششها بعض زي توك زي انا شعوري تو. يا ولاد منظري مش متعود عليها في الكاميرا. ان شاء الله يصير منا المقطع به. المهم سحلية واقفة على شنو اسمه غير ما تغيرش اللون، بس هي على التسريحة يا ولاد. شوف البازيتي، واك يا بازيتي متاع حسن وحسين ولا مش عارف من هم. مش عارف كيف كانت شادة معايا انا في هذاك الوقت. والله ما واي كبوطة عجبت نرخيها انا. هذا راو جو انا فوتوني فصل السينما. جو صورني وانا فصل السينما. ترى هيك جو، هذا هيك جو حركات وانا مقطعها. جو هذه صورة الفيسبوك بتدمر العالم. شوف ولا لايك يا ولاد، كلاح كومنت واحد ممكن. بس عندي صورة قوية اهي يا ولاد. طبعا منظري مش باين، لكن هنا وراها قصة الموضوع. هو داروك كلاب هو يا ولاد. داروك كلاب ما فيش حاجة اسمها اخوي داروك كلاب، في حاجة اسمها هارد روك. مش عارف من وين جبتها داروك كلاب اهي. لا الصخرة كلاب. كمل مقطع بالله. قصة جميلة. احنا في هذاك الوقت عمرنا قداش 19 ممكن. هنا عمري انا يا 19 سنة 18 سنة نذكر فيها باهي. وش نبوا نخشوا الديسكو. نبي نسافر لمصر، نبي نخش الديسكو. طبعا انا راهو سفرة عائلية، لكن جو نطلعوا في الليل انا ومالك ورابح. طبعا هو ذاك مالك اللي على اليمين مش باين. المهم قصة في نص الجو باش ما تقولوش مو يدلعش فينا بقصص. المهم اتذكر فيها احنا اصلا انا ماشي لمصر يا ولاد. نمشوا الديسكوات مصر، جو نشوفوا في الافلام ديسكوات واحد نبغى نمشوا الديسكوات. طبعا احنا عمرنا 19 سنه، نحسب روحي هنا فوق ال 18. جو مليح. مصر كبيره ما تزبطش منها امكانات واحد، ما تزبطش وين تمشي. ففي مهم صديقنا راجل كبير مصري ممكن عمره يا ولاد في هذاك الوقت جو 45 سنه، مشينا له نذكر فكلمنا احنا عاوزين قلنا له ديسكوات. واحد قال لنا في الهايد روك ده تمشوا له هناك في جنب مش عارف هوتيل في الكايرو، ويعتبر ديسكو محترم وبروله. نذكر فيها تكعيب وتشحيط للارض باش وصلنا اللي هو للكايرو. شنو اسمه اول ما خشينا قال لنا الاي دي اللي هو البطاقه الشخصيه بتاعه. طلعت له البطاقه الشخصيه كي كبرها الليبيه. شافها قال يا باشا سامحنا كده، احنا ضروري ما يكون عمرك فوق يا 20 يا 21 سنة في مصر. هيك قانون تقريبا حسب ما نذكر. وبالله عليك ومش عارف شنو قعدنا نحاولوا نقنعوا فيه. قصدي نسمعوا في صوت الميوزك برا. واحد خلاص نبي نخش. انا ما نبيش، انا نبي نخش. مسكر راسه. كلمت هو الراجل المصري صاحبنا. يا عم مش عاوزين يدخلونا، يقولوا لنا اندر ايج ما اندر ايج ومش عارف شنو. المهم
كلمني قال لي تعال لي في المكان المعين. مشيت لنذكر فيها ومأجر لنا تاكسي، ركبنا معاه في التاكسي وقعدوا يلودوا بينا من ديسكو لديسكو. ديسكوات يرفع فينا في ديسكوات محترمه، جو فندق فسطة ديسكو، فهمتوا كيف ولا؟ ونخش اول ما يخشونا الاي دي هو يقولوا له تفضل، واحنا يشدوا فينا انتم صغار اندر ايج. خليناه يمشي يا اولاد ونركوا تاكسي نقولوا له رفعنا شارع الهرم. شارع الهرم كبريهات طبعا مش ديسكوات. انا ما ندريش خشيت اول ما نسمع فيه هو شارع الهرم يمين ويسار كلها كبريهات. خشيت هيك نسمع في هذوك جو مسلسلات موسيقى يا باشا جق وهذيك تشكشك فوق تشكشك فوق الطاوله، وطول ينزلوا لك مشاريب وبيحشوك طول. امي تكلم فيها، انا قصدي في ذاك الوقت امي تكلم فيها تقول لي انت وين؟ قلت لها ما ندريش انا ان شارع الهرم معروف بالعمايل. ماما ليه في شارع الهرم؟ نهارك لا اعرف شنديره في شارع الهرم. روح ديك فاخذنا تاكسي وروحنا ومساج. باهي اللي كلمتني امي، لان كنا بننحشوا حاشيه في شارع الهرم يا اولاد، يشكشكولنا على الطاوله. هذيك يا قصة على الماشي. المهم نذكر فيلم كان هو قعدنا نقولوا صورنا جوا وصلنا داراك، وفي الاخير ما دخلوناش. هو داراك هارد روك، انا يمكن نقول داراك جنب الهارد روك. شوفوا جباطه طبعا ثابت سبحان الله، والسروال والسبيدر، وغير التيشيرت بس كل يوم غير التيشيرت جديد. انت خذ لك هاديه لو صورني جنب الافريقيا للمطار، وهي كل صور هيك من 2009 ل 2012 ولا مش عارف كم هيك، مش عارف من هو ديك. والبزات كلها كوم، والكبوط الاسود هو، والبزاتي كوم تاني منظري تو انا هيك يفوتني. لا يا الحركات لا. هي زينب كيوت والله يا زينب، حرام عليك، مش عارف كيف صحبتيني يا زينب والله. ولا وش هي الفتله هي التالي فيه هيك شعر هنا، مش عارف شنو هو، من هو الحلاق اللي محلق مشداني. لا اله الا الله وحده لا شريك له. شوفوا بالله عليك، انا مش عارف كيف مخلوني نركب للطياره. حرام والله حرام نركبها الطياره يا ولد. شوف العار كنت 6000 عار في الثانيه. صورني وانا في الاهرامات، وهي نفس القصه. انا قبل ما تقول نوريك الصوره اللي بعدها اضبط هيك، والكبوت الاسود اللي مش عارف ممكن قعدنا اسبوعين في مصر ما باش يتنحى. باهي يغير يا اخوي، نو اصلا هي صحراء ولبس لي كبوت اسود علاش جو صورني وصبي على هرم. مسكين حصان يقول لك مين يا ولد برف اللي معي، ازيك يا عم والله. شوف قاعد نهدرز على روحي، نحط في الالبومات ونكتب لي روحي ازيك يا عم والله الحمد لله يا عم. المهم هذا البوم مصر الاسطوري طبعا مسكره مدايره برايفت، لانه ظابط انا العار اللي فيه، قصدي ما بقتش نمزحهم الصور باش للذكرى بس اكتر ولا اقل. نمشي المهم خلاص احنا تو من 2010 بنمشي طول 2013. الصوره هذه نذكر فيها في عرس اخواتي رابح مالك وابراهيم. باي طبعا هي اللبسه اللي لابسها هي يا ولاد شوفوا، الجاكه واخدها من ولد اسمه عبده كان يخدم معي، السوريه واخدها من ولد صاحبي اسمه نور، السروال شاريه، والكندره هي شاريها اتذكر فيها من آلدو. طبعا الصوره هذه لها قصه حتى هي خفيفه نظيفه على السريع، كل دي ما قصص ما عنديش. دو هذه امتى في 2012 شهر 11. طبعا شوفوا انا لابس شني مداير تانية السروال ومسكر الجو السورية لفوق. طبعا في هذاك الوقت الجو هو مازال مش منتشر في ليبيا يعتبر باي. طبعا اخواتك بتدخلهم لداخل للصالة. جيت انا زي تو بنخش بندخل، طبعا انا الزوز اخواتي زوز بيتجوزوا في نفس اليوم. اخوي يدخل اختي واحدة شنو اللغة هذه، المهم اخوي يدخل اختي الاولى وانا جاي بندخل اختي الثانية. يا ولاد كيف بنخشوا للصالة وقفوا لي خالاتي كلهم، مش عارف هم 16,000 خالة في الثانية. شنو هالمنظر هذا؟ برا غير نشبح لهم هنا من برا غير. شنو كيف بتخش للصالة هيك؟ ما يبوش يدخلوني. قلت لهم انا قالوا لي بيع على الاقل ناحية الثانية السروال وفك الوحدة هي اللي من فوق من غير عار. وقصدي يا اولاد راهو في 2012 والله لا تعتبر هي تو هيك تعتبر هبكة بالنسبة لي. شوف انا في 2000 قداش احنا في 2020، فشوفوا مش عارف كم 8 سنين ممكن انا مش عارف. المهم قلت لهم خلاص انا ما عادش بدخلها، ماجد خوي يدخلهم لبنات الزوز وانا ما عادش نبي نخش. تعفلقت للارض دورة هيك يخلوني شوي يضبحوا عليه. باي خلاص تعال هي خلاص هي تبي انت تخش تخش بايك شنو اسمه اختك بالعار متاعك هو هزايب. انا وجهي احمر ومتعفلق
كيف بنخش مرة ثانية شدتني خالد باي بالله عليك مويد نحي حتى تانية السروال انا مش حنحها تانية السروال يا بنخش هيك يا لا زي تو هيك بالمنظر اللي احسن اللي انا فيه تو حتى انا لحيتي خفيفة تعتبر. قالوا لي باي خلاص لان هم شني نبوا نخشوا تقريبا ذكر فيها مش اخوي ماجد بيدخل اختي الاولى وانا لا مع بعض عرفتوا. فبخش خلاص خشيت يا ولاد والله نذكر فيها شنو هي ما عادش عرفت شنو بالكلمه الواحده ولا خلاص. المهم بنخشوا طبعا دوشه نسوينا واحد انا طبعا خاش هيك جو نبي جو هيك عيني عرفتها مكلفظ هيك على اليسار جو مكحلك نبي نشوف الموزز ومواضيع. لكن سبحان الله اول ما نخش يا ولاد كان دوشه ولا كلها سكتت وكلهم شنو كلهم يشبحوا لي ويأشروا على السروال. انا يا ولاد من كثره الاحشام نحسب روحي جايب مخش بنلخبط موضوع واحد راسي لوطه في الزلاز ولا شنو هو ماش قدرت وصلتك حطيتها وصلت للكوشه ولا شنو كوشه ولا فرن اهم وصلت للمكان بتاع البنويت او بتاع ولا ما عرفت نتكلم كلمتين. المهم وصلت للمكان اللي هو المفروض يوصلوا لها وقلت لكن لما هي راسي لوطه لين وصلت الباب وطلعت. المهم موقف محرج هيك تاخذوه في الصناديق نايس بيكتشر. الاولاد كلهم حاضرين ربع احلاهم رابح واحد رابح الخبير حتى هو من يوم مواضيع. اشوف الباي يا اولاد شنية فتحت الخشومة لكن مليحة الصورة لكن هيك تحسها فول اتش دي. شباب يا اخوي شوفوا بالله عليك فاتيش هذا شوف منظم لا منظم عندك ما بتقول يا اخوي احسن سنة صفرة يا اتذكر فيها قلت لكم انا في القصة صفر وجو شاد الخريطة جو على اساس ما ندري وين. انا جو خلاص بعد ما كملت لهياجة واحد رجعت للخدمة جو a lot of work جو هلبة خدمة واحدة الشهر مقطعهم لا لكن ذكر فيها الفترة هذه جو ترقيات وخلاص انا شبه وليت زي انا غير انا كيف وليت المهم يعني فهمتوني شو المقصد ولا. هنا وصلنا لنهاية المقطع طبعا خلاص 2013 هي السنة اللي تغيرت فيها وخلاص يعني 2014 2015 خلاص كيف ما غير بلحية تو قدامك عزيزي المتابع. فمشكورين يا اولاد ما تنسوا زر لايك والاشتراك. كان معكم مويد